هيدي انصاف اللي طلبتها مدام ريتا بدل حنان. ان شاء الله تطولي معنا وما تفلي هريبه مثل الباقيين. انا حاسه ان انتم محسودين او في لعنه في البيت. بدك تبعتني على العصفوريه؟ مش اول مره بصير معنا قصص غريبه. برقع بتلاقيه بعرف انك هون لحتى لي تحارب الشيطان. تتبعثر بكلارك وكنيرك معك. مات حبيب قلبها، ما بدك اياها تجن؟ انت كمان بتأمني بهالعالم؟ انا بآمن ان في حاجات ما بنسمعهاش وما بنشوفهاش الا بإرادة ربنا. قضية محسومة، عائلة مجانين. اوعى تتصلي على البيت مرة تاني، فهمتي؟ عائلتك هي القاسم المشترك بين كل هالاحداث. بس بتكوني عمية اذا مش شايفة هيدا الشيء. السحرة بيبيعوا روحهم للشيطان مقابل شيء. الشيطان لازم يطلع من البيت ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة نقدم لكم مراجعة سريعة على مسلسل الزيارة. الطلب مننا يا جماعة من كذا حد ان احنا نعمل مراجعة لمسلسل الزيارة، والناس كلها بتشيد بمسلسل الزيارة، فحبينا طبعا ان احنا نتفرج عليه ونلخص لكم المسلسل كده على السريع زي ما عملنا لكم بالظبط مراجعة سريعة وجميلة كده لمسلسل غرفة 207، وموجود الفيديو بتاعها عندكم في القناة. مبدئيا يا جماعة المسلسل انتاج سنة 2021 ومن انتاج منصة شاهد. المسلسل يا جماعة بطولة دينا الشربيني وبيضم مجموعة عمل من الممثلين اللبنانيين، في مقدمتهم الممثلة القديرة توكلا شمعون والممثلة كارول عبود. وبنبدأ الأحداث مع أنصاف اللي نزلت من مصر عشان تدور على شغل في لبنان، وبيتصادف في طريقها يا جماعة إن هي تشتغل في بيت الحداد، وبتسأل هناك على فاتن عشان تقدم على الشغل، وبتقول لها زميلتها يا ريت تعمري معانا وما تهربيش زي اللي قبلك. وبترد عليها فاتن وتقول لها أنا جاي أركز هنا في الشغل وبس. تبدأ الأحداث في الاشتعال سريعا مع إبراهيم ابن العائلة بيولع من نفسه ذات نفسه أثناء ما كانت أنصاف بتقدم له الشراب، وسط صدمة العائلة كلها وحسرة أبوه وأمه مدام كلير وأستاذ يوسف. وبنعرف أثناء الجنازة إن أخت مدام إكلير ملبوسة بالجن، وبتقرر إن هي تنتحر وتتخلص منه، ولكنه سريعا بينتقل إلى أختها مدام إكلير. وبتسوء حالة مدام كلير وبيخاف أي حد يقرب لها وبيفزع منها بمجرد ما بيشوفها. وفي النهاية بيظهر لنا داوود اللي بيحاول يساعد مدام كلير ويخلص العائلة، ولكن للأسف بتفشل جميع محاولاته نظرا لهربه أثناء جلسة طرد الأرواح وسيطرة الجن الاسم. ولأن قصة المسلسل يا جماعة مبنية على أحداث واقعية حدثت في لبنان أثناء فترة الحرب، بتظهر لنا مجموعة من الشخصيات اللي واجهت القصة الحقيقية وبيحكوا لنا يا جماعة عن الأحداث اللي حصلت بالتفصيل. وفي النهاية يا جماعة اللي لسه متفرجش على المسلسل ننصحه بالمشاهدة، لأن المسلسل تحفة جدا ويستحق المشاهدة، ومسلسل رعب جدا الناس اللي بتعشق الرعب. وتقييمنا المسلسل ده نديله 9/10. في النهاية لو عجبتك مراجعتنا لمسلسل الزيارة المحتوى اللي بتقدمه القناة، ياريت تضغط لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. 1981 ليلة عادية في بيروت. وانا جاي هنا اشتغل وبس. شو بكي؟ شي هون عم يمشي. راسي